كان هادي، ما يحب يطلع في الإعلام بس الكل يعرفه، لأنه كان يدير استثمارات بالمليارات. بهدوء ناصر الخرافي. يمكن تعرف الاسم، بس تعرف القصة؟ ما كتير يعرفها. ناصر ولد بالكويت سنة 1944. أبوه تاجر بسيط محل صغير يبيع أدوات منزلية، لكن الأب كان حريص علم ناصر كل شيء. قال له: الفلوس ما تصنعك، العقل هو اللي يوصلك. ناصر ما كان عادي هو صغير، كان يسافر، يقرأ، يسمع من التجار. ما كان يفكر يفتح فرع ثاني، كان يبى يعمل إمبراطورية. دخل شركة العائلة وغير كل شيء، اشتغل في البناء، التغذية، الاتصالات، السياحة. في يوم من الأيام كان مسؤول عن 1020 شركة في أكثر من ما تعرفوا دولة. بس النجاح الكبير ما جه بسهولة، جت عليه أزمة. الناس كانت تبيع، تخاف، تهرب. بس ناصر قال جملة غريبة وقتها: لما الكل يهرب من السوق أنا أشتري. وفعلاً اشترى واستثمر وصبر، والنتيجة ثروة تتعدى ال 11 مليار دولار حسب مجلة فوربس. بس ناصر ما كان بس رجل أعمال، كان إنسان بكل معنى الكلمة. ساعد آلاف الناس، مستشفيات، تعليم، أسر فقيرة. ما نسي أبداً الناس اللي حوله. وكان يقول: الربح مو بس بالفلوس، الربح في الدعوات. سنة 2011 رحل ناصر، لكن أثره باقي شركاته، مواقفه، الناس اللي دعاله. قصة ناصر الخرافي قصة حلم كبير، بدأ من محل صغير وقلب كبير، قرر يصبر ويفكر بشكل مختلف.